ما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال له: يا رسول الله، إننا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الدين، فهل بعد هذه النعمة من شر، أو بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، أما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وفي الحديث: يوشك أن يكون خير مال الإنسان غنم يرعاها في رؤوس الجبال يتتبع بها مواقع القطر يفر بدينه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عما يحدث في هذه البلاد من جراء تساهلكم وتغافلكم، ومن جراء تكاسلكم وإلقائكم بالمسؤولية على غيركم. كلكم مسؤول، كلكم ستسألون أمام الله سبحانه وتعالى.